بكم هذه الثنائية هنا. فرحة أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بهدف زياش بهدف المغرب، ثم بتأهل منتخب المغرب الذي بات ممثلا وحيدا للعرب في دور 16 وقد حقق إنجازا تاريخيا بتأهل كبير ومستحق بصدارة لهذه المجموعة ب7 نقاط من تعادل مع منتخب كرواتيا، ثم من انتصار على منتخب بلجيكا، وختاما بانتصار ثان على منتخب كندا. ألف مبروك لمنتخب المغرب. لاعبو المغرب لعبوا في أكبر الأندية الأوروبية. لعبوا تفضل. الهدية بسيطة، تيشيرت منتخب المغرب، ولكن بشرط بدك أغنية هذه كنتي تغنيها فوق. أي واحدة؟ جيبوها يا لا جيبوها لا ثانية. الله 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 الله. مبروك منتخب المغرب. شكرا يوسف على هذه المفاجأة. وهذا القميص مناسبة يتفاءل فيه المغاربة لأنه استوحي بالضبط من تصميم منتخب المغرب 98. أنت توقعت الفوز. توقعت الفوز، هذا جيد. وأتذكر بأنك قلت بأننا جميعا مدعوون للعشاء الليلة، أليس كذلك؟ على حسابك أنت قلت ذلك. حضر قدام. شكرا كابتن يوسف. مبروك المنتخب المغربي. أكرر مرة ثانية، التيشيرت هو هدية جميلة، لكن تواجدك معنا هو الهدية الأكبر. الله 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 الله. شكرا كابتن يوسف. أكرر بأن هذا التصميم استوحي من قميص المنتخب المغربي عام 98 عندما كان يوسف شيبو إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم قدموا نسخة تاريخية. تعادلوا آنذاك مع منتخب النرويج، فازوا على منتخب اسكتلندا، ولولا خسارة منتخب برازيلي من منتخب النرويج لكان يوسف وبقية هذه الكتيبة في الدور الثاني من المونديالي 98. هذا بوفال أيضا يذهب مع والدته، وهذا شيء ميزة أنه الاتحاد عمل شيء جيد أنه جاب كل عائلات اللاعبين، وهذا شيء يعني نفتخر نشوف هالاشياء. الحمد لله. ما في اشياء ما اجمل من الاشياء. طبعا محمد، انا اولادي جو فقط ل3 مباريات. لا مدد لا مدد وشخل انا مش عارف كيف راح اقنعهم انهم لا راح تدفع يوسف. راح يقعدون ان شاء الله ويستمتعون. لوالدته بوفال في هذه اللقطة الجميلة جدا. يقال دائما الإنسان يريد أن يكون أفضل من الجميع إلا من أبنائه، يريد فقط من أبنائه أن يكون أفضل منه. صحيح هذا شيء سبحان الله، من يرضي والديه الله يرضي عليه. هذه نعمة الإسلام. سبحان الله. يعني شوف، تتبع الإنسان الناجح تجد أن وراه في أم وأب هو بار بهم ومرضي الله سبحانه وتعالى عن طريقهم. ترى هذه كلها رسائل، وهذه كلها درس مجانية للجميع. الشباب للاعبين. من هو بار بوالديه الله سبحانه وتعالى يجازيه كل الجزاء. من الرائع أن نرى ذلك فعلا. الأحاسيس مختلطة، وأظن بأننا سنرى احتفالا كبيرا جدا من باريس إلى بروكسل إلى أمستردام الليلة. فعلا الاحتفالات ستكون طويلة ليلة كاملة، والأعلام ستكون في كل مكان. من الرائع أن نرى هذه الصور، لأنني كنت في الملاعب ويمكن أن أقول أنني كنت موجود فعلا. كنتم هنا أيضا، أليس كذلك؟ أنتم كنتم جزءا من هذا، أليس كذلك؟ كيف ستكون ردة فعل الملك بعد ذلك؟ أكيد أنه سعيد الملك هو فخور بأبنائه وهم يحققون هذا الإنجاز تاريخي. وكان دائما هو متبع للاعبين. أكيد هناك اتصالات مع اللاعبين ومع المسؤولين على المنتخب. بالعكس يشرف الكرة المغربية ويشرف الكرة العربية. إنجازات ما في شيء أفضل. الاحتفالات بدأت إلى كورنيش الدوحة، إلى سوق واقف. اليوم الدوحة إن شاء الله ما راح تنام. إلى كل مدن المغربية هذه الاحتفالات ستستمر حتى الصباح. المغرب أكيد المدن كلها اليوم سهرة بيضاء إلى فجر الغد. كما قلت، شيء واحد محمد اللي خرج الجمهورية كرة القدم، ولا شيء ممكن يخرج هذه الشعوب وتفرح وهذه الفرحة وهذه السعادة. الحمد لله. هذا الجيل، هذا الشباب، هذا الفريق قدم هدية لهذا الجماهير العريضة في المغرب ولا هنا في قطر ولا في كل أنحاء العالم هذه الفرحة اللي يستحقونها، لأنه منذ مدة لم نحقق أي إنجاز. آخر إنجاز كان تقريبا وصولنا كأس العالم 98 2018 نهائي كأس أفريقيا في تونس، مركز ثاني. من 2004 صحيح كان إنجاز ربما، لكن تأهل إلى روسيا، تأهل كأس العالم نعم، لكن كإنجاز في كأس العالم محمد
أظن فرحة استحقها وانتظرها المغاربة لسنوات عجاف. كنتائج وارقام هذا يعتبر اكبر انجاز في تاريخ الكره المغربيه، ان تصل ب7 نقاط في هذه المجموعه الى دور 16 انجاز تاريخي. اكيد انجاز تاريخي، وانه مجموعه كما قال طارق كانت هي الاقوى قبل بدايه، كان الكل يرشح وصيف بطل العالم وثالث بطل العالم. يعني يمكن المشاهد ما قادر يشوف الاجواء الجميله والاجواء الفرح، وايضا الفرحه على الجميع في الملعب في التاهل. للامانه يمكن المنتخب المغربي وقع في مجموعه صعبه جدا، فيها وصيف النسخه السابقه، وفيها المصنف الثاني على مستوى العالم منتخب بلجيكا، فيها منتخب كندا الغامض اللي ممكن كان يعمل مفاجاه في هذه البطوله، ولكن استطاع ان يتصدر وبجداره. نعم يمكن استقبل مرماه هدف واحد، لم يخسر في المجموعه، تصدرها وبجداره، ولذلك نبارك لنا جميعا ونبارك لكل من ساند المنتخب المغربي، كل الشعوب، كل العرب، كل من يحب كرة القدم كان وراء الكرة الجميلة اللي قدمها المنتخب المغربي طيلة ال3 مباريات. تنتظر بكل تأكيد مغامرة أخرى في الدور 16. حتى هذه المباراة فقط منتخبان بشباك نظيفة، كان منتخب المغرب ومنتخب البرازيل فقط، بقية المنتخبات دخلت في مرماها أهداف. هذه النسخة، هذه التجربة، هذه النتائج رود قد تكون دافع كبير لكرة القدم الإفريقية من خلال المنتخب المغربي الذي قارع وتفوق على 2 من أفضل منتخبات في أوروبا والعالم، بلجيكا كرواتيا. الأمر الجيد أظن أنهم تعلموا الكثير من هذه المباراة كذلك، لأن الشوط الثاني كانوا خائفين قليلا. رأينا منذ 15 دقيقة في الشوط الثاني رأيناهم يعودون إلى الدفاع محاولين الاحتفاظ على الكرة بصعوبة، وكان هذا مبكرا جدا ربما، وأعطوا للمنتخب الكندي كل الإمكانيات لكي يهاجموا. إذا يجب التعلم من هذه التجربة خاصة الشوط الثاني. أنا أفهم تماما الأحاسيس المختلطة، وانطلاقا من هنا أريد أن أهنئ كل المغاربة في هولندا لأنهم يتابعون بالتأكيد. إذا تمتعوا بهذا الفوز، احتفلوا احتفلوا، لا تحطموا أي شيء، احتفلوا فقط. هكذا يجب أن يكون الأمر. إذا الجميع في هولندا المغاربة تهانينا بهذا الإنجاز الكبير. والدة حكيمي يوسف دائما موجودة، وكل تقريبا عائلات اللاعبين موجودين. هو دائما يذهب بعد مباراة تقبيل رأسها ثم يقول أنا فخور جدا بأصولي بجذوري، ثم بمعاناة أبي وأمي بوظائف بسيطة جدا قاتلوا من أجل حياة كريمة ومن أجل أن أنعم أنا بطفولة أفضل وتعليم أفضل وكرة قدم أفضل، وبالتالي الآن جاء وقت رد الدين للمغرب أولا ثم لوالده ووالدته. هذا هو كلام حكيم. رضا الوالدين محمد ولا شيء يجي افضل منه طبعا. تكون مرضي والديك، ربي يرضى عليك ويوفقك ويحقق لك كل امنياتك. يقال لن تجد شخصا ناجحا في الحياه الا وكان له من رضا والديه نصيب، وحكيم مثال على ذلك. اكيد كل الناجحين عندهم رضا الوالدين الحمد لله، وهذا شيء مميز. يعني دائما هناك هذه المسانده وهذا التشجيع من عائلات. ذكرت لك قبل المباراه تشعر الاجواء بانك في الرباط او في الدار البيضاء او في مراكش او في طنجه او في قنيطره او في المدينه المغربيه. المغاربه ما شاء الله احتلوا ملعب المباراه. الحمد لله الحمد لله. وكذلك لا ننسى محمد